البارح البرلمان الأوروبي صادق بأغلبية ساحقة على التنديد باعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي سنصال، ولزوم النظام الكبرناتي بإطلاق سراح أكثر من 215 لاجئ سياسي بالجزائر، وتغيير قوانين في النظام الجزائري اللي ما كتعطيش الحريات اللي هي ضد حقوق الإنسان وحقوق الشعب الجزائري. لهذا هذا كان قرار إلزامي، واللي كتعرفوا بأن النظام الكبرناتي ما غاديش يستجب ليه، لأنه هو دائما يعتمد على سياسات النيف والغنان. هذا اللي غادي يؤدي بالاتحاد الأوروبي أنه يفرض عليه عقوبات اقتصادية، لأن فرنسا صاهرة على هدم والقضاء على هذا النظام العسكري، لأن فرنسا برأسها ما بقاتش كتقضي المصالح ديالها كما كان سابقا في الجزائر. لهذا اش غادي يوقع؟ غادي يكونوا عقوبات اقتصادية على الجزائر. أولا المعاملات الاقتصادية و الغاز الجزائري وداك الشيء فاش كيتغذى الموارد الماليه ديال النظام الكبرناتي اللي هي الغاز والبترول بصفه عامه، غادي يحاولوا يديروا لها مقاطعه. وبهذه الطريقه غادي يساهم هذا القرار هذا في اضعاف هذا النظام الكبرناتي. زيد على ذلك كما قلت سابقا ان الثمن ديال الغاز غادي ينقص، لان السياسه ديال ترامب غادي يخلي الغاز في العالم ان الثمن ديالو ينقص، وغادي كذلك ان الفرض الاقتصادي اللي غادي يتفرض على الجزائر ان الغاز ديالها ما يبقاش يتباع، لان الدول الاوروبيه غادي يلقاو غاز امريكي غادي يعوضوا به الغاز الجزائري. بمعنى اخر غادي تولي سكته قلبيه في الجزائر، واللي غادي يخلي من طبيعه الحال ان الشعب الجزائري غادي يضطر انه يتلاح الزنقه، صغارا وكبارا شيوخا ونساء، باش يطيح هذا النظام هذا. ولكن في نفس الوقت كنقول بان الداخل ديال النظام الكبرناتي هناك تياران يتنافسان على السلطه، اللي هو غادي نشوفوا في هذه المراحل القادمه نوع من الحرب الأهلية الكبرناتية، اللي غادي يتصارعوا على السلطه، وغادي تولي ربما لا قدر الله عشريه سوداء ثانيه، اللي غادي تجي على الاخضر واليابس. ولكن في النتيجه ديالها ان هاد الاخضر ما غاديش تبقى عشريه داخليه في الجزائر، ولكن غادي يوليو فيها اطراف خارجيه، اللي فيها فرنسا، فيها الولايات المتحده الامريكيه، فيها الناس اللي معني فيها تركيا، اللي هما عندهم مصالح ربما إعادة تقسيم الجزائر مستقبلا، وتقسيم هذه الكعكعة التي لم تصلح ما بقاتش صالحة في المعادلة الجيوسياسية اللي غادي تكون في المستقبل، وتبديلها بخريطة أخرى اللي هي غادي تخدم مصالح أطراف متعددة، اللي منها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ولما لا المغرب كذلك. إذن ننتظر هذا الحدث اللي غادي يوقع بالنسبة للجزائر. هذه والبارح كانت تظاهرات ديال التلاميذ في الجزائر، اللي هي كانت على المستوى جميع المدارس في الجزائر. هذا كنقول انا ستاند تريجر اللي غادي يخلي قطاعات اخرى، لان الجزائر غاديه للهاويه. اي قطاع فيها ما بقاش خدام، كلها قطاعات منهاره بسبب السياسات الكبرناتيه اللي كيهمهم هو ياخذوا الفلوس ديال
ديال الغاز والبترول الجزائري ويخشوه في جيوبهم ويصيفطوا ولاداتهم للامريكان واوروبا، يعني والشعب الجزائري مسكين يعيش فقرا وتهميشا. اذا هذا هو اللي كنتسناو حاليا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم على القناه ديالي. شكرا.